السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. في هذا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا اقترحت عليكم جليلبات باللون الأسود. لعشاق اللون الأسود كيبقى هو لون متميز وراقي وأنيق في طبيعة الحال. موديلات اللي رائعة بصراحة. بالنسبة للناس اللي كيعشقوا اللون الأسود بصراحة حتى أنا كيعجبني بزاف اللون الأسود. كيف ما كتشوفوا هاد لي موديل غزالة. كيف ما كتشوفوا هاد الموديل هذا جا بالحجيرات، يعني منبت، وحتى اللوين هذاك اللوين اللي فيه غزال جا شبيكة من الكميمات بداك الأخضر أولا الأصفر، يعني داك الأصفر ما بين الأصفر والأخضر. اللوين اللي زوين اللي عطاه الزوين اللي عطاه واحد، يعني عطاه واحد الأناقة للثوب للجلابة. وكيف ما كتشوفوا هذا الموديل حتى هو كريب باللون الأسود. هادية جليبة وقفيطين في نفس الوقت، يعني كتكون بلا قب يمكن لكم تخرجوا بها، وفي نفس الوقت تحضروا بها المناسبات بهذوك الطريزات. كيجيو باللوينات كيجيو غزالين وأنيقين. الجلابة المغربية دائما راقية وأنيقة كنعتمدوها في المناسبات ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذا اللون هذا الرائع حتى هويا مديخلين فيه يعني النمر في الكميمات وفي القب، وفيه حتى داك الصوره ديال النمر جات الوسط في الجلابه مع خيطه اللي هي خفيفه ولكن كيبان غزال في طبيعه الحال وراقي وكيجي زوين في اللبسه. دائما الجلابه المغربيه راه لا يعلى عليها. بصراحه واخا نلبسو حتى نعياو دائما كنرجعوا للاصل ديالنا اللي هو الجلابه، اللي هي بصراحه رمز للمراه المغربيه. كيف ما كتشوفوا هذا الموديل صراحه واتا هذا الموديل هذه. كيف ما كتشوفوا هذا الموديل اللي هو يعني موديلات كاينين اللي كلاس، يعني اللي عصريين، يعني ما فيهمش حتى القب، يعني كيجيو غير هكذاك مفتوحين او على شكل جيلي. دابا جات تبارك الله الجلابه المغربيه ولاو كيتفنوا فيها المصممين تبارك الله، كيخرجوا لنا موديلات اللي هي رائعه وغزاله. كيف ما كتشوفوا هذا الموديل بالحزيم، وكذلك اللوينات اللي فيه. هذا الموديل حتى هويا موديل اللي هو سامبل كيف ما كتشوفوا غزال، يعني مخيط. هاد الخياطه اللي هي تقليديه رائعه بالعقيدات حتى هو، والطريقه ديال الفصله ديالو الفتيحات كيفاش جاو في الجنيب وفتيحه الوسط جا راقي وانيق. دائما كيف ما قلت لكم الجلابه المغربيه يعني اي موديل كيجي فيها رائع، وخصوصا هذا الثوب ديال الكريب اللي يعتمدوه بزاف. كيعتمدوه في جليلبات بصراحه كيجي مطلوق وكيجي في اللبسه ديالته كيواتي اي وحده وكيواتي حتى اي فورمه. بالنسبه للون الاسود يمكن لنا نضيفوا مع اي لون بغينا، يعني نتوما كتفنوا اي لون يمكن لكم تدخلوه مع اللون الاسود، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار على حسب اللون اللي كتعشقوه تضيفوه للاسود. يعني الالوان كامله كتجي معاه، كيمكن تضيفوا لون واحد تخيطوه به، يعني اي لون جا في بالكم يمكن لكم تخيطوه مع جلابه في الاسود. كيف ما يمكن لكم ديروا تشكيله من الالوان هكذا باش كيجي يعطي واحد الاناقه هكا وكيجي اللون زوين. كاين جليبات اللي كنديروهم بالتنبات، كيف ما عرفتوا دابا الاحجار راها خارجه ودارجه على الموضه وباللوينات. كاين بزاف د الموديلات في بالتنبات، يعني خرجوا موديلات اللي مختلفه كل واحد كيبقى ليه الاختيار. كاين جليبات كيف ما كتشوفوا هاد الشكل هادو اللي كيجيو بهاد الشبكه الفوق، يعني كيجيو جلابه بحال هي دو بياس، حتى هما كيجيو ديال هكا حضور ديال المناسبات كيجيو زوينين. بحال هاد لي موديل راهم دازو من قبل، يعني كيختلف غير الشكل والموديل. كيعجبوني هاد لي موديل اللي فيهم الخلاله كيجيو راقيين وانيقين وكيرمزوا نيت الجلابه المغربيه ان الخلاله راها مغربيه. كيجيو زوينين بصراحه، في الخلاله كتجي غزاله لا في اللبس لا في الحناء لا في اي حاجه لا في الاكسسوارات، بصراحه كتجي غزاله. آه كتجي زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا هنا الاسود سيد الالوان. سمحوا لي هذا الموديل هذا دخل هنايا مشى لي في المونتاج معليش. هاد الجليبه هادي سميتو بالقفطان ديالها، حتى هي جليبه اللي سامبل وكتجي غزاله. هادو موديلات بالقفطان كيف ما كتشوفوا داك الاخضر كيجي غزال بزاف بالراندا في اللوينات. يعني كاين صراحه تفنن في خياطه الجلابه المغربيه. بحال هاد لي موديل داز بحالو، يعني كيختلف غير الشكل، كل واحد كيبقى ليه في طبيعه الحال الذوق كيفاش يخيط الجلابه ديالو. هكذا تاخذوا افكار اللي طبقوهم في الجليبات ديالكم. الناس اللي كيبغيو جليبات في اللون الاسود كيجيو زوينين، جليبات بالقفطان
في اللون الاسود كيجيو غزالين. يكون القفطان في اللون الاسود، ويكون الثوب الفوقاني يكون هكذا باللوينات، ويكون تخوم صباغه وكيجي غزال كيف ما شفتوا. هذا بالطرز، هاد الشكيلات ديال الطرز فيه اشكال حتى هوايا، وكاين باللون واحد وكاين بالوان. كنتمنى هاد لي موديل انهم يعجبوكم وينالوا استحسانكم وتاخذوا منهم افكار هكذا اللي تعتمدوهم، حيت كاينين بزاف ديال الناس كيبغيو يخيطوا جليبات اولا كيبغيو يخيطوا شي حاجه اللي هي بلديه، ولكن ما كيكونوش عارفين، يعني ما كيكونش عندهم فكره، ما كيعرفوش شنو يخيطوا. فكاين هاد لي فيديو هكذا اللي هاد الفيديوهات ماشي لي فيديو مهم. كانت واحد البنت عقبت عليا قالت لي علاش لي فيديو راهم ماشي لي مهم معليش. هكذا كيساعدوا بزاف الناس، وبصراحه كيعجبوا بزاف الناس انهم كيساعدوهم انهم ياخذوا افكار وانهم يخيطوا جليبات او قفيطنات او كيفاش يفصلوا مثلا كسيوات انهم يخيطوهم. دابا تبارك الله اللبس اللي ولا طويل بصراحه ولا يعني دارج على الموضه وزوين ومحتشم في نفس الوقت. كما شفتوا هنايا كاين تنبات بهاد الحجيرات وفيهم هاد الازرق. كيف ما قلت لكم في اي لون كنقدروا ندخلوه في اللون الاسود، يعني كيجي زوين. هذا غزال خلاص، الثوب زوين بزاف، جوهره خفيفه اولا تقريبا جوهره، داك الثوب ديال جوهره خفيف. كيف ما شفتوا تما فيهم هاد النجيمات بحال هكا شكون مربعات، يعني كيجيو خفاف في الجلابه وكتجي راقيه وانيقه. لا تنساوش دعموني بلايك الفيديو. تبارك الله حتى لي موديل المغربيات ديالنا كتواتيهم جلابه المغربيه، كيف ما كنقولوا القالب غالب. هاد لي موديل غزال هذا فيه هاد الوريدات هكا كيجي زوين بزاف. شوفوا هاد الشكل هذا اللي هو عصري. كاين الناس اللي كيبغيو يلبسوا جلابه هكا عصريه كتكون على شكل قفطان، نفس الوقت هي جلابه وقفطان كيقدروا انهم يخرجوا بها ويحضروا بها في المناسبات. وصلنا تقريبا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه وخدتوا منه افكار. ما تنسوش دعموني بلايك الفيديو، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.